هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ جيت لكم النهارده كده بوصفه حلوه جدا. يلا بينا كده نعمل مع بعض شيش مشوي بتتبيله حلوه جدا ومميزه. هيطلع معاكي طعمه خطير بجد. طيب انا عندي ايه بقى للمقادير؟ عندي نص كيلو اهو شيش مخلي. جبته ونقعته كويس جدا في ملح وخل وليمون ودقيق. محلول الزفارة بتاعنا بأكد تاني، بنقعه فيه شوية كده كويسين 10 دقايق ولا حاجة، واشطفه واتأكد ان انا شطفته كويس ايه من المحلول دوت. عندي نص كيلو شيش مخلي، وعندي بقى التتبيلة ايه، بصلاية كده كبيرة، وعندي 3 فصوص توم ونص ليمونة، وعندي بقى البهارات بتاعتي: زعتر وروزماري، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، فلفل اسود، قرفة، بابريكا، واكيد الملح. وعندي بقى ايه كمان، معلقة كبيرة صلصة ومعلقة كبيرة صويا صوص. صدقيني التتبيلة دي هتطلع معاكي مميزة جدا، هتاكلي الشيش وتدعيلي. يلا بينا نعمله مع بعض. انا هعمل ايه دلوقتي اختصارا للوقت؟ هضرب البصل كده وبالثوم بالليمون بالبهارات بالصلصة بالصويا صوص بتاعتي، هضربهم كويس جدا في الكبة وارجع لكم تاني. هي يا جماعة التتبيلة بتاعتي فرمتها زي ما قلت لكم كل الحاجات في الكبة. هبتدي بقى ان انا اخد كده حتة حتة، اتبلها كويس ايه جدا. اخلص الكمية كده وارجع لكم تاني. اهو يا جماعه تبلت الشيش بتاعي وتاكدت ان هو اتبل وبقى حلو جدا معايا. هعمل ايه؟ هسيبه على الاقل من 4 ل5 ساعات في التتبيله، ويستحسن لو بيتيه من قبلها بيوم. انا عامه كل الحاجات اللي انا بعملها معاكم لازم بعملها بالليل واشتغل فيها تاني يوم الصبح. هسيبه كده في التلاجة يرتاح مع بعض شويه، ونرجع بقى نشويه مع بعض. يا جماعه الشيش بتاعي اهوت بعد ما سبته زي ما قلت لكم في التتبيله من بالليل للصبح. جهزت بقى شوايتي الجميله كده، دهنتها زيت بسيط، وسبتها تسخن جدا. اهم حاجه انها تسخن جدا. هبتدي ان انا احطه بقى. الله. اهم حاجه وانتي بتنزليه عشان التتبيله دي ما تتحرقش وتطلع دخان جامد قوي ملوش لازمه، نفضيه كويس من التتبيله. والله ما عندكيش شوايه زي دي، جريل اللي هو على النار، ما عندكيش جريل، صينيه او طاسه وادهنيها سنه زيت وابتدي تعاملي، ما تقزميش ايه على نفسك خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبه بقى كده ياخد ويدي كده في الشوايه 5 دقايق كده ولا حاجه، واقلبه على الناحيه التانيه. انا بقى سايباه كده ياخد ويدي مع بعض، وهعمل ايه؟ هغطي عليه بغطا الشوايه بتاعه واسيبه 5 دقايق كده عشان اتاكد ان هو هيستوي ويبقى دايب كده معايا. انا رفعت بقى عليها الغطا كده، سبتها 5 دقايق رهيبه. فابتدي ان انا اقلبها كده الناحيه التانيه علشان اتاكد انها تستوي كويس جدا. اللون ده كده كده في الاخر هتاخده بعد ما تستوي، يعني بعد ما تستوي هرفع بقى غطا الشوايه واسيبها تاخد اللون اللي انا محتاجاه. انا قلبتها اهو واغطي عليها تاني. شايفين يا جماعه ادي الشيش بتاعي اهو خد اللون اللي انا محتاجاه. انا مش محتاجه اكتر من كده، زي انا عامله حفله مشاوي كده. هنزل لكم كل حاجه في الفيديو لوحدها عشان انا مش عايزه يبقى الفيديو طويل عليكي. انا مش محتاجه ان انا الشيش بتاعي يستوي اكتر من كده. هعمل ايه دلوقتي؟ انا عامله لهم فحمه، هحط له كده الفحمه واغطي عليه كويس لحد ما ياخد ريحه الفحمه ونقدمه مع بعض. شايفين يا جماعه جمال الشيش بتاعي؟ طلع مشوي ورهيب، وبصوا مستوي وحلو حلاوه. يعني انا عايزاكم تجربوها يعجبكم قوي. شايفين اصلا الطبق العظمه دوت رهيب. كل حاجه هنزلها لكم في فيديو منفصل عشان تشوفوها براحتكم. ادي الشيش بتاعي طلع لونه حلو جدا. جربي التتبيله دي هتطلع مميزه قوي معاكي. ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.